بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايب قلبي، يلا على السحور، كله يجمع هنا على السحور. شايفين طبق الفول اللي انتوا شايفينه ده؟ الزبدة ده هنعمل النهاردة شوية فول زبدة، علشان كل يوم في السحور بقى كده عاوزين طبق الفول العملاق بتاعنا. زي ما انتوا شايفين كده معانا نص كيلو من الفول ده، نص كيلو فول بلدي. اهم حاجة هننقع الفول بتاعنا، غسلناه كويس اهو. هننقع الفول بتاعنا لمدة ليلة كاملة، يعني ممكن تنقعيه من الصبح تعمليه بالليل، او تنقعيه من بالليل وتعمليه الصبح. اهم حاجة تنقعيه ليلة كاملة. انا هعمل نص كيلو فول يا جماعة، علشان القدرة بتاعتي بتاخد نص كيلو فول. لو انت عندك القدرة بتاخد كيلو اعملي كيلو زي ما تحبي. كده خلاص انا نقعت الفول بتاعي ليلة كاملة. شايفين بقى عامل ازاي؟ يعني انا نقعته من بالليل وبقى كده خلاص احنا الصبح اتنقع معايا، وزي ما انتوا شايفينه كده هصفيه بقى. وبعد كده هنعمل شوية فول النهاردة يستاهلوا بقكم. انا معايا دلوقتي معلقتين عدس اصفر ومعلقتين رز. معايا معلقتين عدس اصفر ومعلقتين رز، كده ايه للنص كيلو فول بتاعي. هنعمل النهارده بقى الفول في القدره دي، شايفين؟ طيب لو انت ما عندكيش القدره دي بقى، يبقى معاكي حل عادي، بيبقى تسويته في الحله يا جماعه برضو زبده وناجح 100%. يعني مش ما عندكيش القدره دي تقولي لا، ينفع في الحله في اي حاجه يا جماعه. تدميس الفول ينفع في اي حاجه. انا عندي القدره دي بتاخد نص كيلو، فهعمل على قدها نص كيلو. هنزل بقى بالفول بتاعي بعد ما نقحته ليله كامله، ماشي اهو. شايفين جه لحد نص القدره، علشان برضو لسه هنحط الميه ونحط بقيه المكونات بتاعتنا. معايا معلقتين من الرز غسلهم كويس. معلقتين الرز دول بقى يا جماعه بيخلوا قوام الميه بتاعه الفول تقيله، بيخلي لي قوام الميه تقيله كده بتاعه الفول. هنزل بقى بالمعلقتين الرز غسلتهم كويس، ومعايا معلقتين عدس اصفر برضو غسلناهم كويس. يبقى كده نص كيلو الفول، معلقتين عدس، معلقتين من الرز. تمام كده. هتعملي شوية فول بقى هتشوفيهم كده. خلاص انا كده حطيت الرز والعدس والفول زي ما انتوا شايفين. فول زبدة النهاردة، فول السحور النهاردة هيبقى زبدة، وهنمشي على الطريقة دي وهتعتمدي عليها طول شهر رمضان. خلاص كده انا هزود بقى الفول بتاعي اغطيه بالمية. يعني انا هملى عليه القدرة دي زي ما انتوا شايفين كده، هملى القدرة دي كده خالص مية على الفول. اعملي الفول بالطريقة دي هيعجبك وهيطلع معاكي زبدة، وهتاكلي شوية فول لونهم فاتح. شايفين بقى السر بتاعنا؟ معلقة سكر. معلقة سكر يا جماعة، ما تقلقيش، المعلقة دي بتساعد في التسوية. دي معلقة سكر صغيرة، معلقة كركم صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. الكركم بيعزز لي كده اللون، والسكر يا جماعة بيساعد لي في التسوية. ما تخافيش منه، مش هيعمل اي حاجة للفول لكن هيساعد في التسوية. دي السر بتاع تسوية الفول. خلاص كده حطينا كل المكونات بتاعتنا على الفول بتاعنا على النار بقى. شايفين انا ولحت النار على العين الصغيرة، على العين الصغيرة بس عالية زي ما انتوا شايفين اهي. انا سايبة النار عالية. سايبة النار عالية ليه؟ علشان انا اول ما الفول يغلي بتاعي ههدى عليه. انا بخلي النار عالية عليه لحد ما يغلي. شايفين الفول بتاعي كده خلاص بيغلي خالص اهو. ليمونه غسلتها كويس جدا بتخلي لي لون الفول فاتح، بتخلي اللون بتاع الفول بتاعي ابيض وفاتح كده. خلاص ههدي بقى النار عليه خالص. ولو عندك شياطه من بتاعه الرز حطيها كمان تحت القدره كده. خلاص اهو زي ما انتوا شايفين كده النار اهي خطوه بخطوه ماشيين مع بعض. هسيبه بقى كده حوالي ساعة او ساعة ونص. هو كده بالظبط ساعة. انا قلت افتح عليه كمان ساعة علشان لو لقيته محتاج مية ازود له مية. بس اهم حاجة تزودي مية سخنة لو لقيتيه محتاج في المرحلة دي مية سخنة كده. خلاص هو لسه ما استويش، هو لسه داخل على السوا، بس انا قلت افتح عليه عشان لو لقيته محتاج مية. كده اغطي عليه. كده كان بعد ساعة اغطي عليه بقى واسيبه كمان حوالي كانت ساعة، لا او ساعة الا ربع. شايفين الفول بتاعي بقى طلع زبدة. شوية فول يا جماعة لونهم فاتح زبدة زي ما انتوا شايفين كده. طريقة هتعتمدي عليها طول ما انت بتعملي او بتدمسي الفول، والله هتبقى الطريقة بتاعتك المعتمدة. هتجربيه بنفس الطريقة دي كده هتقولي لا انا ما كنتش باكل فول قبل كده. جربي الطريقة دي كده، طريقة ناجحة يا جماعة. الفول شايفين لونه عامل ازاي؟
يلا بقى كده نطفي على الفول ونعمل احلى طبق فول للسحور. يلا بقى يا جماعة اللي عاوز يجي يتسحر عندنا، احلى شوية فول بقى تاكليهم زبدة كده. شايفين عاملين ازاي؟ ولون الفولة فاتحة، والمية قوام المية، شايفين قوام المية؟ المية قوامها تقيل بتاعة الفول من المعلقتين الرز اللي احنا حطيناهم على الفول. شايفين اهو، حبة فول بقى كده عسل يا جماعة السحور. وفري بقى كده ودبري وهاتي نص كيلو، نص كيلو من الفول هتعملي كمية فول قد كده. وتعبي بقى في اكياس، تسيبيه زي ما هو في القدرة، تحطيه في علبة في التلاجة على الرف، تستعملي كل يوم منه. يلا بقى طبق فول كده، رشة كمون ورشة ملح بقى، وهرسي وهرسي واعملي احلى طبق فول بقى على السحور. صدقيني هيوفر معاكي. يعني انا مش عاوزه اقولك انت بتشتري الفول وعارفه اسعاره عامل ازاي، كل يوم هتشتري هتعملي وتوفري. وفوله بقى طبق فول زبده وطعم مش عاوزه اقولك، وانتي عاملاه على ايدك في البيت، يعني هتعملي شويه فول عسل. شايفين اهو؟ شايفين اللون بتاعه؟ معلقه الكركم عملت لي اللون ازاي. فاكرين الطحينه دي اللي عملناها مع بعض اهي؟ هنعمل بقى كده ايه، معلقه طحينه كمان من اللي احنا عملناها مع بعض في البيت على الفول. واعملي بقى شويه فول كده عسل كده. شايف زبده يا جماعه؟ والله العظيم 3 زبده. انا عملت الفول ده فعلا، يعني الطريقه دي جميله جدا عجبتني، وطلع طعم الفول وكان يعني مش عاوزه اقول لكم حاجه كده تستاهل بقكم. اعملي بقى كده حبه، تعبيه في اكياس وتحطيه في الفريزر، كل يوم تطلعي بقى كيس كده على السحور. يعني توفير. هتعملي نص كيلو الفول. شايفين عامل ازاي؟ مش محتاج كلام. يعني الفول، طبق الفول مش محتاج كلام يا جماعه اهو. هحط له بس معلقتين زيت كده على الوش وخلاص على كده. وبعد كده ايه، عبه. شايفين شويه زيت زيتون بقى؟ لا ده زيت زيتون يا جماعه، زيت زيتون بقى على الفول. وانسي بقى، هاتوا رغيف عيش يا جماعه لو سمحتوا، حد يجيب رغيف عيش كده بقى. انا هعبيه كله في قلب الاكياس وعينه في الفريزر. انت بقى لما تدمسيه في رمضان ممكن تعمليه وتسيبيه في اي علبه او في الفواله زي ما هو كده، وتحطيه على الرف. كل يوم بتستعملي بقى، كل يوم للسحور. انت بقى تعبي الكيس بتاعك حسب ما انت ايه، حسب ولادك وحسب ما بيكفيكي قد ايه الكميه، تعبي الاكياس بتاعتك. شايفين اهو لونه عامل ازاي يا جماعه في الكيس؟ ما شاء الله عليه، حاجه كده تستاهل بقكم والله العظيم، وموفره جدا. يعني حسيت ان انا فعلا يعني وفرت فيه. عبي بقى كل الكميه بتاعتك اللي انت دمستيها بنفس الطريقه. حطي كيس كده في قلب كوبايه، وعبي بقى الفول بتاعك يلا عشان تجهزي للسحور. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان الكريم. يا رب كده الايام علينا بخير جميعا. شايفين ما شاء الله عمل لي كام كيس اهو. يلا يا حبيبه قلبي، اللي ما عملش اللايك لحد هنا كده يعمل اللايك للفول، وما تنسوش تعملوا لي متابعه. شايفين الزبده دي؟ يلا بقى متابعه للزبده دي واللايك. مع السلامه.